يا ترى الليبيين لسه بيحنوا لفترة حكم القذافي ونفسهم ترجع أيامه من تاني، خصوصا بعد الفترة الصعبة اللي عاشوها من بعده. كل ده هيبان في الفترة اللي جاية مع الانتخابات الرئاسية المتوقعة، واللي يبدو إن ابن القذافي هيشارك فيها. فهل هيشارك سيف الإسلام القذافي في الانتخابات؟ وإيه موقف عيلته من ترشحه؟ وهل أنصار الزعيم الراحل هيدعموه ولا هيدعموا حد تاني؟ كل ده وأكتر هتقدر تعرفه في الفيديو ده من 3 دقايق. أخبار سارة جدا لعائلة القذافي بدأت تنتشر الأيام اللي فاتت بخصوصهم، واللي يبدو إنها هتكون فرصة كبيرة جدا ليهم للعودة للحكم مرة تانية. وجات الأخبار دي من لجنة 6+6 الليبية اللي بتضم أعضاء من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة. وقالت مصادر إن اللجنة دي واللي اجتمعت في المغرب قررت على ما يبدو على السماح لسيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر بالترشح لانتخابات الرئاسة اللي هتتعامل أول السنة اللي جاية. وقررت اللجنة السماح للعسكريين بأنهم يترشحوا في الانتخابات عن طريق خروجهم من الخدمة وقت الترشح، وبعدين يرجعوا للخدمة مرة تانية لو خسروا. وتم تحديد مواعيد الانتخابات اللي جاية بحيث تكون الانتخابات البرلمانية في شهر ديسمبر اللي جاي، أما الانتخابات الرئاسية فهتكون في شهر يناير السنة اللي جاية. وقررت اللجنة دي تشكيل حكومة مصغرة لمدة 6 شهور غير قابلة للتجديد، وهتكون مهمتها تنظيم الانتخابات. واستبعدت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا ورق سيف الإسلام القذافي ابن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي سنة 2020 بسبب وجود قضايا جنائية عليه، ده غير إنه مطلوب لمحكمة العدل الدولية. لكن بعد ما رفع سيف الإسلام قضية ضد القرار، حكمت محكمة ليبية برجوعه للسباق الرئاسي. ومع عودة فرص سيف الإسلام القذافي للترشح مرة تانية، ظهرت تساؤلات كبيرة عن فرصه في النجاح، وإن كان نظام والده لسه بيتمتع بشعبية عند الليبيين من عدمه، ده غير مواقف كتير من أنصار الزعيم الراحل أو الخضر زي ما كانوا بيسموهم، وخصوصا إن كتير منهم تحولوا لدعم قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر. فهل هيدعموا حفتر في الانتخابات ولا سيف؟ أما موقف أسرته فكان معروف بشكل كبير بعد البيان اللي طلعته عائشة القذافي أخت سيف الإسلام، واللي أعلنت فيه دعمها لترشحه. وأكدت عائشة إنها بتدعم ترشح أخوها للانتخابات علشان ليبيا تتخلص من الوضع الراهن اللي بتعيشه من فوضى وعدم استقرار. في حين دعا سيف الإسلام القذافي كل المواطنين الليبيين للمشاركة في الانتخابات دي، ولأنهم يروحوا لمقار مفوضية الانتخابات عشان ياخدوا البطاقات اللي تديهم الحق في التصويت في الانتخابات دي. فهل تكون الانتخابات القادمة طوق نجاة لعائلة القذافي؟